لكن الضرر ربما يعني لن يكون كبير بكل تأكيد ولن يكون مؤثر، لأن مشعل أخرج مانويل جوزيه، وهذا ما حس فيه مانويل جوزيه بأن مشعل ربما يطرد من ملعب المباراة بسبب حصول على كرت أصفر. كرة ملعوبة أمامية وخطيرة وتنحط بالجول ثاني للفيصلي. نعم، ميغان ميميلي اللاعب الذي يسجل الهدف الثاني بعد أن سجل الأول. ميغان ميميلي والفيصلي يعود ويسجل ويقلص الفارق. الفيصلي خطير. لاحظ الكرة المبعدة بشكل ضعيف من مبروك، ثم تعود للهداف ميغان ميميلي. يسجل الهداف، يسجل الألباني لمصلحة الفيصلي. هدف ثاني للفيصلي، وبالتالي يعني العودة بالنسبة للفيصلي في المباراة متاحة بشكل كبير، وربما يعود مثلا مسلسل التعادلات ويصبح التعادل ربما السابع للاتحاد. لاحظ الكرة المقطوعة والكرات اللي يعطل اللعب. ليس من مصلحة المباراة عموما أن الصافرة تكون حاضرة في أي لقطة. كرة تصل عند عمر كسار، يعود الكرة إلى الخلف، عرضية ملعوبة بالراس تبعد، وبالتالي تعود من جديد لمصلحة الفيصلي عند فهد المبارك. يلعب الكرة لعمر كسار، عرضية من كسار وخطيرة وضربة جزاء لمصلحة الفيصلي. نعم، الحكم يطلق الصافرة في اللقطة الماضية، وبالتالي يعطي ضربة جزاء وكرت أصفر حاضر على مين؟ على باولو جورج. ربما الفيصلي إذن ربما سيعود في اللقطة الماضية. الفيصلي سيعود من ضربة الجزاء، وبالتالي بصراحة يعني الفيصلي يقدم مباراة ممتازة وكبيرة. لكن نشاهد اللعبة هل كان فيها دفع من قبل باولو جورج على اللاعب، والله يعني اللقطة ربما يعني كان في ربما دفع من جانب باولو جورج على اللاعب علي الكديسي. لكن عموما اللقطة كلاما آخر من نقطة الجزاء. ميغيلي يسجل ميغان ميميلي الثالث إذا للفيصلي، هاتريك للنجم الألباني، إذا أبناء حرمة يعودون من جديد وأمام العميد في مباراة في جدة. بصراحة فريق يقدم عطاء كبير. الفيصلي يسجل هدف التعادل، يعود بعد أن كان متأخرا بالثلاثة، يعود ويسجل عن طريق نجمة الألباني ميغان ميميلي بعد كرة لم يستطع أن يتصدى لها.